حاجه نتشرفوا بهذا اللقاء مع الاستاذ بن عبد القادر واحنا هدفنا زرع الابتسامه. الجمهور تاعك جمهور بن عبد القادر اللي هو جمهور بين بلي من الطبقه الراقيه ماديا، ولكن في الراس كما نقولوا هنا ذهنيا هاربين. والاخ المغربي هذا نقولوا له تحياتنا الاخوان المغاربه. يتبعوك هذا نقول يتبعوك. انا واحد ما يقدرش، انا لا بريبار تاع الدعم الكبير اللي لقيته من عند المغربي. اكبر مشكل في الجزائر نسبه الطلاق. احنا الهدف تاعنا الاولى محاربه الفن الفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيداتي أوانسي سادتي أعزائي النظر الكرام، عمتم صباحا وطابت أوقاتكم داخل الوطن وخارج الوطن. بهذه المناسبة السعيدة وإحنا باستطاعتنا بجولة استطاعية بمدينة عين تارلس، ونلتقي بأحد رواد السوشيال ميديا اللي قدم خدمات جليلة لهذا المواطن البسيط. إليكم الأخ على الصور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نتشرفوا بهذا اللقاء مع الأستاذ بن عبد القادر واللي كانت بيناتنا كما قال لك اللقاء منذ 4 سنوات أو أكثر. يعني ونشكره على اهتمامه الدائم والمستمر بالفن الراقي وبما كل هو جميل. يعني هذا الإنسان نعرفه كاع مواضيعه وكاع اللقاءات مع فنانين واحياء، وخاصه احياء التراث اللاملموس، الاغنيه البدويه اللي مشهوره بها مستغاليم، مدينه مستغاليم على العموم. ونشكروه ونتشرفوا بهذه الشهاده اللي نعتزوا بها. نتشرفوا شهاده كما قال كبيره من استاذ كبير، نتشرفوا بها. واحنا هدفنا زرع الابتسامه في وجه المواطن البسيط. هذا هو الهدف تاعنا من هذا كاع المواضيع. بارك الله فيك. اخي الكريم، انا تبعت يعني المواضيع نتاعك من الاول حتى التالي، يعني عندك مواضيع ما شاء الله هادفه ومعالجه للمجتمع الحالي. ما هو رايك في ذلك؟ شوف، احنا الهدف تاعنا الاولى محاربه الفن الفاسد. الفن الفاسد اللي تخلى الديار وغزا الديار، يعني غزا البيت الجزائري. بارك الله فيك. يعني كما نقولوا لازم كما يكون السلبيات بزاف لازم تكون حاجه ايجابيه. بارك الله فيك. ماذا بينا كما قال لك نحاولوا نصلحوا الشيء اللي نقدروا عليه. بارك الله فيك. الاسره الجزائريه، خاصه الاسره الجزائريه. بارك الله فيك. يعني المشكل العويص والوحيد على الصعيد لا يبدو لي على صعيد العالم العربي سي مقران، يعني الخصام ما بين الزوج والزوجه حتى تدخل الاولياء. دائما تعاود يعني تعالج هذه المواضيع. شو راه كاين اكبر مشكل في الجزائر نسبه الطلاق، نسبه العنوسه، نسبه الطلاق ونسبه العنوسه، الحياء غير موجود. يعني احنا الشيء اللي رانا نقولوا فيه هذا الشيء راه موجود يعني، وما نقدروش نغطوا الشمس بالغربه. رانا نشوفوا باللي الشيخ كبير مع نسيبو متدابزين وبالكلام اللي اكبر من هذاك. بارك الله فيك. احنا لازم نحاولوا دائما عندنا ميساج. بالك لعل وعسى واحد يتكاكا، شحال من واحد قال لك اودي والله غير تكاكينا والله هذاك المشكل، يعني من لا شيء يوقع مشكل. بارك الله فيك. احنا نديروا هذاك اللا شيء ونديروا ذاك المشكل اللي وصل للطلاق، ومن بعد نعالجوه غير بالسياسه. هذا هو الهدف تاعنا. واصلا الفكاهه السوداء تجي للصوالح اللي يصراو في الدار، ما تقدرش انت تفرض على مجتمع حاجه بيزار. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سي مقران، انا كنت في احدى الدول الغربيه بالضبط اسبانيا. تكلمت على واحد المغربي وقال لي الاخ مقران، قال لي في المعالجه نتاعو معالجه جيده ولكن عصبيه. شنقولوا له؟ شوف، هي توجور لازم تكون كاينه. شوف، هو التمثيل هذا يقولوا له كاين تعمق في الحاله. يعني انا ما نقدرش نقنعك، انت كمشاهد وانا حاوست لي مرتي. لازم تكون حاله عصبيه يعني يكون تمثيل واقعي. والاخ المغربي هذا نقولوا له تحياتنا الاخوان المغاربه. يتبعوك هذا نقول يتبعوك. انا واحد ما يقدرش، انا لا بريبار تاع الدعم الكبير اللي لقيته من عند المغربي. ليش عند الشعب المغربي. بارك الله فيك. ليش باش نقنعك انا كيفاش نقنعك؟ واصلا المشاكل الزوجيه
انت جار تسمعها. بارك الله فيك. يعني انت تكون قاعد جارك مدابز هو ومرته تسمع واش راهم يقولوا، لا بريبار المدابزه بيناتهم تكون بعصبيه. على هذا الاخ مقران يعالج المواضيع بالعصبيه. شوف هو دائما الغلط باش نكون الانسان الغلط يبلبل. اي بارك الله فيك. شي يدير يغطي الغلطه تاعو بالتزبليش كيما نقولوا. بارك الله فيك باللغه العاميه. توجور انا غلط، ويعني الراجل اللي مثلا معايا هو نسيب توجور يحاول. نشكروه، عطينا الاسم تاعو. عبد القادر هو اللي كان هنا وراه خسرنا الجلسه. نشكروه على الخساره تاع الجلسه. بارك الله فيك. يعني هو توجور الاب الجزائري اللي يحافظ على بنته ويحافظ عليها، يقولها معليش الصبري ويجبد من جيبه ويحل عينه ويغمض عينه يخلص فاتوره تاع تريسينتي ويضرب النح. احنا هذاك هو الهدف تاعنا. الناس شحال من واحد يقول لك تزبلش وهو راه ساكت. يا ولا الاب الجزائري هذيك هي الاخرى تاعو، يحافظ على البيت تاع بنته. السلام ورحمه الله. يحافظ على البيت تاع بنته. بارك الله فيك. والنسيب الطماع كاين نسيب الطماع. اخيرا قبل ما ننهي اللقاء نتاعنا اليوم، انا والله لي الشكر يعني عظيم اللي تلاقيت بالاخ يعني اللي يعطي افكار واسعه وعميقه ومعالجه معنيه وفعليه للاخ هذا اللي يقدم يعني والله الا موسوعه. علاش موسوعه؟ راه يعطي تفكير وراه يعطي معالجه للعائله، نقدروا نقولوا الجزائريه والعربيه بصفه عامه. اخر كلمه شي قلنا الاخ. نشكرك الاستاذ بن عبد القادر على هذه الالتفاته الطيبه. وهي نورمالمون كما قال لك الحديث معك ما يتملش. الله ينورك ان شاء الله. نورمالمون بالساعتين وثلاث سوايع الله ينورك ان شاء الله. انت حاجه يكون لنا لقاء ان شاء الله اخر. نشكرك والله غير نشكرك وفرحت من قلبي كما قال لك. والله كنت كي والو لقيتك راني الحمد لله. الله ينورك ان شاء الله. انا من درت يعني ديك لا بيبيسي ذاك الاشهار نتاع المحل تاعك تاع الحلويات، والله في طروح نحوس عليك المحل ما كاش، انت غيرت يعني المهنه غيرت المهنه. راك عارف الظروف ما ساعدتش. معليش الله. شو حنا نتمناو التلفزه الجزائريه الخاصه ولا العموميه التفاتا لهذا يعني هذا والله لا انسان لا باس به من المواضيع الحساسه اللي يمد من عنده للمواطن الكريم. قبل ما نختتم اللقاء نتاعنا اليوم بودي ان اشكر كل مشاهدي الاخ مقران القناه تاعو ولا مشاهدي قناه بن عبد القادر على الصعيد العالمي. اشكركم جزيل الشكر ونترك الكلمه الاخيره للاخ مقران. والله تحيه كبيره سلام ورحمه الله. تحيه كبيره للجمهور تاعك، جمهور بن عبد القادر اللي هو جمهور بين بلي من الطبقه الراقيه ماشي ماديا ولكن في الراس كما نقولوا هنا ذهنيا هاربين. سلام ورحمه الله. نشكروهم وتحياتي لهم وتحياتنا للسكان عين تيدلس وضواحيها. بارك الله فيك. تحياتنا للشعب الجزائري. بارك الله فيك. قبل ما ننهي اللقاء تاعنا سيدتي اوانسي سادتي نظن ما طلتش عليكم كما قال الاستاذ له كلام كبير وكبير. الايام القادمه ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.